يا سلامي يدلش بالوين وفاني واحرم خاصي مخصوصة بدرعي وشكلت حزامي مرزحي والسند لا شمخ الحيدر اصيم وجل شوقي له مني وكل احترامي لا ردع باصل السلاح المسمم عم بني زيد لكل صنديد ورامي. هذه الأبيات الشعرية من كلمات الأخ أبو مسعد ناصر صالح أحمد الزيادي مرسلة لوالده العزيز وأخوانه الأعزاء وبني زياد الجميع ولداء عامة تحكي وتعبر بما فيها يقوم بالأداء. أبو همام زاهي المشرقي هندسة وإخراج استديو ترند دمار والتحية للجميع. قال أبو مسعد عيث المعظم ابتدى الذكر أبياتي بخير الأسامي أسأله والتاجه يا رب ذليل للهم أنت لي عظيم الشان حارس وحامي والصلاة والسلام تغشى النبي المكرم تبلغ خير الكرام. يا سلامي يدلش بالوين وفاني واحرم خاصي مخصوصة بدرعي وشكات حزامي مرزحي والسند لا شمخ الحيدر اصيم جل شوقي له مني وكل احترامي لا ندع السلاح المسمم عم بني زيد لكل صنديد ورامي. بعدها قال أبو مسعد فؤادي يألم والحزن قد ساكن قلبي وحطم عظامي من حدث لا نويت حكي لساني تلعثم واكتوى قلبي المرهب ولقى قلبي دامي والمصاب عكر اجواي وقهاد ويألم من عنه ما وهنت شربي وله نويت مامي فجعت موت اخي والله بالسر يعلم انني ذي معه بالعم على التزامي كم تربعت عند الناس والكل يعلم مجتنب للوجع في موقفي واتسامي كم لحقني بخدلة السلاح المرقم واعتنيت لك في موقفي او كلامي بس زاد الشقا يوم كان اخي معلم واعتدى حتى البيت تم اقتحامي والجميع ساكت ما شفت مخلوق تقدم يصلح الشام على العيب كل ملامي واخوتي كلهم والاهل والناس تعلم انني ذيقت في موقفي والتزامي كم شقيت كم تعبت في القلب وكم خير قد عم لاخوتي الجامع صم الحيود الصمامي يوم نصر الحامش بالامر عارف وملزم بس يا للاسف مثل موقف درامي الجميع في يده كنا وكلها تعشم من صديق جموش اللحى يوم كان ناصر محزم في صديق كان موثوق به وله عز سامي ليش يا ابو علي رضيت لي سم علقم اهلك الروح بوجاعه والاخبار نظامي والجميع قصروا من قريتي
صفه لا وعاد اكتب في 30 معجم اشهد انه عاشر من